في امل. في امل ربنا دلوقتي. طب وايه الفرق بين الماكس زمان ودلوقتي؟ لا زمان احلى من دلوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من الماكس فينيسيا، وقعد الفيديو للآخر ويا رب الفيديو. منطقة الماكس من المناطق القديمة أوي في اسكندرية، بالذات قرية الصيادين أو الخندق اللي بيوصفوه بفينيسيا الشرق اللي هو قدامنا دلوقتي. وكل بيت بسيط من بيوت الصيادين جنب البيت القالب بتاع صاحب البيت اللي بيصطاد بيه. وطبعا الماكس سميت الماكس نسبة لنسبة المكوس، يعني الضرايب والجمارك. المكان ده معندناش مكان زيه تاني في مصر، ولا بالحياة ولا بالاسلوب ده. المكان والمراكب الموجودة دي ممكن تبدأ تتنقل بيك من مكان لمكان. اسكندرية ما فيهاش ولا مارينا للأسف. احنا لو عملنا مارينا وجبنا يخوت وجبنا استثمارات من بره وعملنا كافيهات ومطاعم، بصوا يا جماعة المنظر منظر جبار، وبالليل المنظر ده بيكون جمال رهيب. المكان هنا حلاوته في البساطة، يعني ناس صيادين على شكل فينيسيا في إيطاليا، ويمكن ولا واحد كان يعرف يعني إيه فينيسيا. المكان ده فيه نسبة اليود بكمية عالية جدا. بيوصفوا الأطباء للناس التعبانة والناس اللي ربنا يعافينا ويعافيكم، مرضى القلب وعندهم مشكلة في التنفس، بيجوا يشموا اليود هنا. وكمان من أجمل أماكن الصيادين في اسكندرية هي الماكس والدخيلة. الصيادين هنا ناس بسيطة جدا وناس متعاونة جدا، وهم عارفين قيمة وحلاوة المكان اللي هم شغالين فيه، وده بيدفعهم كل يوم للشغل أكتر. المكان ده هنا اتمثل فيه أفلام كتير ومسلسلات كتير، زي فيلم الشبح بتاع أحمد عز، وفيلم فريد شوقي، وفيلم بلطية العايمة بتاع عبلة كامل، محمود المليجي، وافلام كتير قوي اتمثلت هنا. لان فعلا هنا المكان يستاهل ان هو يتصور ويتمثل فيه مشاهد. ده فعلا احسن مكان في مصر، بتاع كل حاجة، بتاع كل الناس، بتاع الغلابة، بتاع الأثرياء، بتاع الأجانب، بتاع كل الناس. طبعا احنا بنجيبوا السمك بتاعنا وبنقعدوا هنا في الاماكن البسيطة دي قدام المنظر الجميل ده، بناكل بأقل التكاليف في اماكن بسيطة خالص. بنجيبوا السمك بتاعنا جاهز بدل ما نقعد في المطاعم وندفع فلوس اكتر. والسمك اهو زي ما حضراتكم شايفين، السمك طبعا من احلى السمك اللي تاخده من منطقة الماكس ومن منطقة الدخيلة. وادي اهو زفير بتاع السمك، من اشهر محلات السمك في اسكندرية كلها، وفي منطقة الماكس طبعا بالأخص. وهنا طبعا زمان كان في شاليهات، وكان الناس بتيجي من كل حتة في مصر أو من كل حتة في العالم عشان يتصوروا مع الممثلين لما كان بيبقى فيه تصوير مسلسلات أو أفلام هنا. كان الأول الناس على شاطئ الماكس ده قدام الشاليهات كانوا بيعملوا شبك ويلعبوا كرة طايرة ويعملوا مسابقات وينزلوا يعوموا. وطبعا اليوم النهاردة يوم شتاء جامد، ولكن اسكندرية جمالها وحلاوتها في الشتاء في اي مكان في اسكندرية طبعا. ودول الصيادين، نزلنا في فيلم اولاد رزق بقى. دي المينا اللي بيقفوا عندها الصيادين وبيجيبوا السردين والسمك والكلام ده. طبعا الماكس من الاحياء القديمة قوي في اسكندرية زي ما قلت في اول الفيديو، واشتهر بحي الصيادين لان طبعا كل اهالي الماكس صيادين، والبعض الاخر منهم بياعين سمك او نجارين مراكب او ميكانيكية مراكب. كل يوم بعد صلاة الفجر بيطلع الصياد بالمركب هو واسرته، ورزقه على الله وزي ما البحر يبعت. كل الناس عارفة ان الماكس انطلق عليها فينيسيا الشرق، وده بسبب الجمال الكبير اللي ما بين الماكس وفينيسيا. ولكن دلوقتي الجمال الحقيقي في اهل وسكان الماكس نفسهم، وده لانهم ناس طيبة ومتعاونة وقضوا طول حياتهم في البحر زي السمك ده بالظبط تمام.
لو طلعوا بره البحر يموتوا. علشان كده هتلاقي حب الماكس متوارث من الكبير للصغير، وأصغر شاب بخبرته ممكن يقود طاقم مركب كامل بمفرده. وبحر الماكس بالتحديد يتميز عن أي شواطئ تانية بحيث إن هو فيه مية مالحة ومية عذبة، وده بيخلي فيه تنوع في أشكال وأنواع السمك في موسم الصيف وكمان في موسم الشتاء. يا جماعة إن الناس اللي بتعاني من ضيق التنفس، أول نصيحة من الأطباء هو إنهم يجوا يستنشقوا هواء واليود بتاع الماكس. وبرغم كل جمال الماكس اللي احنا قلناه ده، إلا إن الصيادين بيعانوا من مشاكل كبيرة جدا، أبرزها إهمال وزارة البيئة برغم أهمية المكان. كل ده بسبب مخلفات المصانع السامة، وبالتالي المية اتلوثت والسمك مات، والناس ما بقتش تعرف تشرب من المية العذبة زي زمان لأنها تسبب أمراض كتير. يا رب الفيديو عجبكم واسكندريه كلها بتغرق. ربنا يسترها بقى. لا، اسكندريه كلها بتغرق.